يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله متابعيني الكرام أينما كنتم. اليوم وين أنا؟ بالموصل. شلون مالون، شلون صارت، هاي كلها التفاصيل نتركها تكملة الرحلة. بداية أرحب بكم، وهذا الجزء تكملة لرحلة إيران، لكن صارت تغيرات هواي. أولا المنافذ صارت إنه ما تعبرنا، حاليا اكو مشكلة بالمنافذ إنه ما تعبر السيارة والدراجة العراقية بسبب التأمين أو شركات التأمين. خلوني بعدين اسولف لكم، خلينا نحكي شوي عن الموصل اللي بصراحة انبهرت بدخلتي لها. شفت فد شي ما كنت متوقع نهائيا، يعني ما شاء الله، الله يستر عليهم وعلى اهلها، ناس طيبة كلش طيبين اهل الموصل. و مثل ما تشوفون حالة العمران جيدة ممتازة. ما كنت متوقع هالشي، متوقع انه متفلشة بعد الظروف اللي مرت فيها، بس الحمد لله والشكر الوضع جيد جدا، واهلها ناس عايشين، تقدر تقول ماشية الحياة. حاليا بادي اطلع من الموصل. رحلتي كانت على المنفذ الشمالي اللي بين العراق وإيران، ولكن نفس الإجراءات والعبور صار صعب. يطلبون فد نوع من الورقة من التأمين اللي هو اسمه تربتك، وهذا ما موجود عندنا احنا بالعراق، فراح اضطر انه اعبر لتركيا، وهم فرصة نزور تركيا، وهم اسوي هذا الدفتر حتى يسمح لي بعبور إيران واكمل الرحلة. وما صورت من انطلاقتي من البصرة، لانه بصراحة اردت اتخطى هذا الشيء. دائما انا ما احب اعيد تصوير المناطق اللي انا ابيها، ماكو فد شيء جديد ما شاء الله. طبعا الموصل والله رزقني بجو، يعني الف الحمد لله والشكر، جو جميل، غيوم وبرودة بسيطة، والحمد لله والشكر. ما ادري بعد انه طريق صحيح اتوك، راح اشيك حاليا نرجع لكم من جديد. لزمنا الطريق الصحيح لتوك. راح نروح لتركيا ونشوف شنو اجراءات العبور لتركيا، وان شاء الله تكون سهلة وتكون دولة هم جديدة تنضاف لنا، ونشوف شنو وضع الفيزا مالتهم وشلون نوصل لتوك او زاخو وناخذ الاجراءات ونقول يا الله. نعم هاي الموصل شوفها ما شاء الله، شوف الطبيعة بيها، شوف الجمال. بدأت ترش رشات مطر خفيفة من هنا زاخو وتوك. يا رب ما تقوى المطرة، بدأت تقوى شوي شوي. ونشوف شنو الإجراء مالتها. زاخو 100 كيلو، احنا نريد بنزين. المشكلة هاي هنا ما يطون، ما ادري مالهم، يقولون كارت ما اعرف شنو. يلا نسأل الله التوفيق وتسهيل الامر. نشوف هذا الزلمه يبي عنا. شلونك؟ اي من البصره. الله يحيي اصلك، الله يرحم والديك. حجي
بيش البنزين؟ على اخوي. بيش ال5 لتر؟ 5 4 يوم. ها؟ 4 يوم. نظيف هذا؟ والله بنزين درجوله. بروح ابوك. خطاك برقبتي والله عمو. يلا. نتوكل على الله. 10 لترات و8000 دينار هنا اسواق سوداء. المحطات ما تنطي. الا بطاقة وما اعرف شنو. هاي اول تفويلة غالية. راح تبلش بعد منها ورايح البنزين غالي هنا. المهم هسه احنا يكون عندنا بنزين والامور كلها سهله. حاليا لزمنا هذا الطريق اللي هسه بدينا نودع الموصل. هذا الطريق الجميل اللي بين الموصل ودهوك. رديت ادخل الغابات الموصل وبس ما دام عندي وقت قلت اروح اللي هناك واشوف الاجراءات العبور. خاف اتاخر ويروح علي اليوم. يا الله جاي تشوفون رب العالمين ايش قد يحبني يعني. شوف الاجواء هسه الساعه 12:30 الظهر وغيم والجو مو بارد. هاي الاجواء المفضله عند الدراج وشارع نظيف لا شمس ولا برد ومتونس كلش بالطريق. صح يعني ضجت من لقيت انه المنفذ ما يقدر يعبرني المنفذ الايراني منها. راح تصير فد امور مو بالحسبان لكن الحمد لله والشكر. انا اؤمن بالشيء اللي بيه خير كاتبه لي رب العالمين وان شاء الله تكون هذه الوجهه افضل ما كنت انا مخطط. صح تغيرت لكن مشيئة الله ان شاء الله تكون رحلة جميلة واستمتع بيها واسأل الله التوفيق ان شاء الله لي ولكم. مثل ما تشوفون مستمرين بالطريق والله حتى بعمالي هسه امشي سرعة لان كلش متونس. الجو كلش جيد والطريق حلو نظيف 110 جاي امشي بحيث ما احس بالملل. زين بالرغم انه انا توني يعني واصل من بغداد. طلعت من بغداد الصبح وصلت للموصل. اعتقد هذا مدخل تهوك والله ما ادري. المهم لا مدخل الموصل يمكن هذا. عموما دخلت للموصل بعد 450 كيلو مسافة بين الموصل وبغداد. اعتقد مدخل دهوك I think so. والله ما ادري نشوف. لا مو دهوك. هاي شغلات تخص الموصل. نشوف شنو الاجراءات. ترى يعني اعتقد هاي نقطة جباية يعني ياخذون رسوم على سيارات الحمل اعتقد لان بس سيارات الحمل جاي يشيكون وياهم ما اعرف. فعموما شوف خليكم بهاي المناظر الخلابة. هذا اللون الصفار مع القمح ما شاء الله. يا نينا موصل الحمد لله وشكر الله طالنا عمر وزرناك. ما كنت من ضمن التخطيط لكن شوف سبحان الله بدأت تنقط كل شوي تنقط وتوقف علم كردستان. فاعتقد هي هاي النقطة اللي خاصة الأقليم. أنا كل شي ما أدري أجي وأشوف شنو الترتيب. أعتقد منها ندخل تهوك. هذه السيطرة هيك بس تشيك حاسبة وتشيك الوضع وتقول لك توكل ما عندهم شي. السيطرة الرئيسية الظاهر بعد لي قدام قال لي. بس هسه حاليا احنا بحدود حكومة اقليم كردستان. السيطرة الرئيسية مالت تهوك. اعتقد الاقامة هنا. يلا نكمل الاجراءات ان شاء الله ونرجع لكم.
الله. ودخلنا كردستان العراق. توكل ان شاء الله الى زاخو. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. امطار خفيفة تمطر وتوقف كل شوي. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. توكلنا على الله. وحاليا محطة بنزين بتروح. سوقنا لنا غدا وراح نضرب الغدا ونشوف شنو الاجراء. بس خلنا ناكل شويه وقعد وافكر ان شاء الله اعبر الحدود التركيه لو ما اعبرها ما اعرف. تسهيل